اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كده بخير وفي افضل حال ومبسوطين كده ومن الجو اللي بدأ يبرد ده دافيانين. وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض عزومه جات لي فجأة، بس عايزه اقول لكم سهله جدا وقرفتها كده زي ما تقولوا حلوه. بصوا بقى، انا بوريكم هنا ده كرومب كان في الفريزر، طلعته حطيته في ميه. هعمل جلاش بطريقه كده جميله، دي اللحمه بتاعته. وهعمل محشي، هعمل فراخ مشويه في الفرن، هنعمل شويه حاجات حلوه. وهقول لكم عزومه مين اللي طلبها مني. جبت كده حلة على النار. فأول حاجة نقول بسم الله. نزلت كده بحوالي 3 بصلات، مضربهم في الكبة أو مبشورين أو متقطعين على حسب راحتك. نزلت عليهم كده على الزيت، وهبدأ أشوح فيهم لغاية بس ما لونهم يصفر شوية. بس كده حبايبي، تمام كده. انا ايه اللي خلاني امسك البصل ده مش عارفه. المهم هندخل في الموضوع. كده ضربه انا حوالي نص كيلو من الطماطم، لاني انا مش هعمل كميه كبيره. هحط عليهم حوالي معلقتين كبار من الصلصه. وهسيبهم بقى يتسبكوا كده كويس جدا. هنزل بس عليهم بملح، وكمان هنزل عليهم بربع معلقه من السكر. طبعا السكر بيظبط حموضه الطماطم خالص، وبيخلي التسبيكه بتاعتك طعمها جميل. ايوه كده، هنزل كده بربع معلقه بقول لكم ده سكر، يعني متستغربوش. بس كده، وهسيب الطماطم تتسبك معايا. خلاص الطماطم اتسبكت، وزي ما انتم شايفينها لونها جميل كده. غسلت حوالي كوبايتين 3 كوبايات من الرز المصري بتاعنا ده، وغسلته كويس جدا. وبعدين هنزل عليه على التسبيكه بتاعتي دي. هقلب بقى كويس خالص زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هطفي النار على طول. عزومه جات لي فجأة، بس طبعا السوم لازم تسد على طول. هنا قطعت خضرة زي ما انتم شايفين كده، شبت، كزبرة، بقدونس. وهنزل بقى بالتوابل. معايا هنا كمون، وهحط كمان شطة. اهو المحشي بيبقى جميل قوي يا جماعة وهو مشطشط كده. وكمان هنزل بفلفل من الاسود. وكمان هنزل بكزبرة، طبعا ربع معلقة من كل حاجة. بس كده. ومعايا ايه تاني؟ معايا بابريكا، وطبعا هنزل بالملح والسبع بهارات او بهارات المحشي بتجيبيها من عند العطار. بس السبع بهارات بتبقى جميلة جدا جدا. بس كده، اخر حاجة معايا هنزل بيها البابريكا. هحط كده ربع برضو معلقة. ما تكتريش في البهارات قوي علشان ما يضيعش طعم المحشي بتاعك. بس كده الخلطة بتاعتي جهزت. عايزة اقول لكم ما خدتش يعني ربع ساعة وكانت خلصان. طيب النهاردة عايزة اعمل فراخ بشكل مختلف. انا غاسلة الفراخ كويس جدا، وعامله لها محلول نقع بجنزبيل بودر، ليمون، وحاطه لها ملح. هنا بقى معايا هعملها تتبيله. معايا بصل مفروم، معايا زعتر، روزماري، فلفل اسمر، بهارات فراخ، جنزبيل وبابريكا وحبهان، ورق لوري وملح وفلفل اسمر. عايزه اقول لكم التتبيله دي جميله جدا. ومعلقه من الصلصه كده، معلقه مش كبيره قوي يعني. وابداي بقى قلبي في التتبيله دي. عايزه اقولك احلى فراخ تاكليها بالطريقه دي. حطي كمان حوالي 3 معالق من الزيت، زيت الذرة او زيت العباد، يكون كده زيت خفيف. بصوا بقى، بهارات الفراخ بتدي للفراخ طعم جميل جدا في الشوي. انا قلت اجدد فيها واخلي شكلها يبقى حلو كده على السفرة. ازاي؟ فقلت اعملها بالطريقة دي. جبت بقى الفراخ، اهم حاجة نكون عاملين لها فتحات كده كويسة علشان تطلع الدم اللي جواها، وكمان تستوي بسرعة، وكمان التتبيلة بتاعتنا تدخل في الأنسجة. كمان يا سلام بقى لو انت عاملاها من بالليل يا سيدي بقى عليها، مش عايزة اقولك بتبقى طعمها احلى واحلى. بس كده يا حبايبي. اهم حاجة في الفراخ يا جماعة غسيل الفراخ. اغسليها كويس جدا، شيلي اماكن الزفارة اللي بتبقى فيها والحاجات اللي تبقى ملزقة كده. وكمان حط لها محلول نقع بقى فيها لمدة ساعة كده. حط لها جنزبيل. الجنزبيل البودر بيشد اي روايح او اي زفارة في الطيور، مع الملح، طماطمايه، ليمونة. كل الحاجات دي بلاش تحطي خل، الخل بيظهر ريحة الزفارة اكتر. دي يعني نصيحة. بس كده يا حبايبي، جبت بقى الفرخة هكتفها كده كويس من رجليها. وبعد ما يعني دعكتها بالبصل من جوه ومن بره. وهبدأ اعمل التانية كمان بنفس الطريقة. خلصت الفرختين اهم.
زي ما انتوا شايفين كده. طيب شايفين بقى شوية البصل والصوص اللي نزل من الفراخ دي؟ قطعت حوالي 5 بطاطسات كده، كان عندي البطاطس الصغيرة مش كبيرة، وهبدأ قلت ايه يتحطوا تحت الفراخ، مش هحط لهم ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة ولا مية، هي الصوص اللي بينزل من الفراخ هينزل على البطاطس هيسويها ويخليها طعمها مفيش اطعم من كده. جبت بقى البايركس بتاعي وحطيت بقى فيه البطاطس زي ما انتوا شايفين. والمرحلة الجاية مش عايزة اقولك، اتفرجي بقى وشوفي بنفسك الجمال. طبعا كلنا الفرن بتاعنا فيه شواية، طب احنا ليه مش بنستغلها؟ لا هنستغلها النهارده. جبت انا كده اول حاجه عملتها عشان احافظ على الفرن بتاعي، جبت اللي هو الصاج اللي بيتحرك ده، حطيت فيه فويل عشان اي دهون تنزل على الفويل ما تبهدلش الفرن بتاعي، دي اول حاجه. وكتفت بقى الفرختين حطيتهم في الشوايه اهو، دي اللي عندي البوتاجاز بياخد فرختين 2 في الشوايه. بصوا بقى هنا جوزي بقى ايه، يعني استعنت كده بصديق قلت له تعالى الحقني وساعدني يركب لي كده الفراخ، وانا بصور لكم الحدث العظيم ده. عايزه اقول لكم الفراخ دي شكلها جميل قوي قوي وهي بتتلف كده، مش عايزه اقول لك ريحتها عامله ازاي. بس كده يا حبايبي خلاص خلصت الفراخ في زي ما انا قلت لك كده ودخلتهم في الفرن. بصوا بقى اي صوص هينزل منها او اي دهون هتنزل تحت على زي ما انتم شايفين الورق الفويل ده. طيب استغلت الموقف؟ طبعا مش هينفع كده من غير ما نستغل الموقف. الحاجات الحلوه البهريز اللي نازله دي لازم لها صينيه البطاطس الحلوه المحترمه تتحط تحتها، علشان كده ايه ناكل اكله كده جامده يعني. بس كده يا حبايبي حطيت صينيه البطاطس والنار فوق اهي. انا طبعا معلياها اول ما دخلتها بس علشان الفراخ تسخن، وبعدين هوطيها كده عشان تستوي براحتها وتبقى مستويه كده ايه على الهادي على ما اخلص اللي ورايا كله. شايفين شكلها عامل ازاي يا سيدي؟ على الشكل وعلى الطعم وعلى الريحه اهو. بقى بصوا البطاطس تحتها بتنزل بقى اي صوص او اي بهاريز بتنزل على البطاطس. عايزه اقول لكم ان الولاد كلوا البطاطس اكتر من الفراخ نفسها. بس كده خلاص المرحله دي خلصت، هنخش المرحله اللي بعد كده. قلت اعمل صينيه جلاش بس بطريقه مختلفه شويه كتغيير يعني. كان عندي هنا حته كده لحمه مفرومه، فرمت عليها بصلايه كبيره وهحط بقى عليها ملح وفلفل اسمر، وهوطي عليها النار واسيبها بقى تستوي علشان اعمل عصاج للجلاش بتاعي. قبل ما اعمل الجلاش طبعا قلت الف كده، كان عندي شويه طبق كرنب كده كنت حاطاه في الفريزر، مش كتير يعني، كنت انا مخزناه يعني، طلعته حطيته في ميه، مش في ميه سخنه، حطيته في ميه بارده عادي لغايه لما فك. وبدات ان انا احشي زي ما انتوا شايفين كده الكرنب بتاعي بقى كده ايه جميل. قلت برضو يتحط طبق كده جنب الاكل. العزومه دي يا حبايبي ده بابايا كان جاي له ضيف غالي وعزيز عليه، فقال لي قسوم، قلت له عيوني من غير ما تقول. قال لي طب هتعملي ايه؟ قلت له انا سيبني بقى انا بقى هفكر واقول لك هعمل ايه. بس كده فهنا بقى جبت هعمل بقى الجلاش. بصوا يا حبايبي الطريقه دي جميله جدا جدا. جبت بيضتين، حطيت عليهم كوبايه من اللبن وملح وفلفل تمام كده. وهحط كمان عليهم معلقه من الدقيق، معلقه من الدقيق ماشي، ده بوريك تركي، دي بالطريقه التركيه تمام. بيبقى خفيف قوي ومبيبقاش شارب دهون وبيبقى جميل. يبقى انا كده جبت ايه بيضتين، كوبايه لبن، رش ملح وفلفل، وكمان معلقه كبيره من الدقيق، وهجيب كوبايه نصها زيت ونصها سمنه بلدي، يفضل سمنه بلدي او زبده تمام كده. هقلب بقى كويس جدا جدا الصوص اللي احنا عملناه ده، انا كنت عاملاه معاكم في القناه في اول بدايتي يعني في القناه. بس كده الصوص ده بقى هيخلي لك الجلاش، عايزه اقول لك القطعه بتنفشه قد كده وجميله جدا جدا. جربيه بالطريقه دي وبجد ما تنسيش الدعوه الحلوه. بس كل رول من الجلاش هياخد 4 ورقات من الجلاش تمام كده. يبقى كل رول هلفه هياخد 4 ورقات جلاش. بين كل طبقه او طبقه انا بدهن الصوص اللي انتوا شايفينه ده اللي انا عاملاه دي باللبن بالبيض، هدهنه بين الطبقات. وخلي بالك اتعاملي معاه بالراحه خالص وما تغرقهوش قوي علشان الجلاش رقيق جدا ممكن يتقطع معاكي لو انتي مش هتعرفي تبقي او عملتيه قبل كده يعني. بس كده يا حبايبي خلاص اخر طبق اهو. يبقى كده احنا عملت 4. طبعا انا هعمله كله وارجع اوريكم بقى علشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده.
بس كده. بحب اعمله في العزومات لانه بيبقى خفيف قوي وما بياخدش وقت، يعني على ما بتعملي حاجة تانية يكون هو كمان اسمه بوريك تركي بصوص التشريبة. ليه بقى اسمه صوص التشريبة؟ لانه بيقعد شوية على ما بيتشرب الصوص اللي انت عاملاه ده. بسيبه كده ساعة بره قبل ما ادخله الفرن. بس كده لفيته خلاص، ودهنت الصينية بتاعتي سمنة ورصيته في الصينية. هقطع بقى الرولات دي كده صوابع صغيرة او كبيرة على حسب ما انتي تحبي. تمام كده اهو، لغاية كده مفيش حاجة صعبة خالص. يا ريت اللي يجرب الطريقة دي يكتب لي في الكومنتات ويقول لي انه جربها، علشان هتعجبكم، انا واثقة انها هتعجبكم جدا. تغيير عن الجلاش، في ناس بتقولك الجلاش بيطلع ناشف، وفي ناس بتقولك الجلاش بيطلع زفر وبيبقى البيض بتاعه باين على الوش. بصي بقى جربي الطريقة دي بجد خطيرة خطيرة. بس كده عندي بقى الصوص، دهنت بقى بعد ما قطعت دهنت منه على الوش كده وعلى الجوانب علشان يبقى الجلاش بتاعي واخد من الصوص من كل ناحية. بس يا حبايبي، وبعدين هسيبه ساعة كده على ما اعمل اي حاجة تانية، على ما الف محشي، على ما اغسل شوية مواعين، على ما اعمل اي حاجة. المهم ان انا هسيبه كده علشان يطرى اكتر لما ادخله الفرن يبقى مستوي ومورق وجميل. تمام كده. برافو عليكي يا اسوم. شفتوا بقى انا بشجع نفسي ازاي؟ ما انا هعمل ايه؟ مش ملاقي حد يشجعني. فين اللايكات والكومنتات الحلوة؟ فين؟ يعني اتفاعلوا شوية اكتر اكتر. انا بحب اوريكم الحاجات اللي انا بعملها علشان بجد بجد يعني بصي هي مفيدة جدا والله. بس كده اهو، لفيته بالاسترتش وحطيته على جنب. يا سيدي على الجمال. شوفوا الفراخ بتتكلم عن نفسها. بصوا الجمال. الفرخة عمالة تلف تلف كده حوالين نفسها، ونازلة بالصوص بتاعها على البطاطس. مفيش احلى من كده. والنار شايفين واطية ازاي عشان تستوي وتبقى جميلة وتبقى براحتها. طب هعمل ايه تاني؟ هعمل بقى شوية رز بشعرية. البطاطس الجميلة دي محتاجة شوية رز. شايفين بقى؟ بصوا الحلة اللي هناك اللي عمالة تغلي دي، يا ترى دي ايه؟ شايفين انتوا بقى؟ مش شايفين بس مش شامين بصراحة. الحلة دي فيها محشي الكرنب بيستوي اهو. وهنزل هنا بالرز المغسول. غسلت كوباية من الرز كده، كوباية كبيرة على الشعرية كده عشان اعمل طبق رز برضو. قلت علشان لو حد مش حابب ياكل محشي يبقى ايه ياكل رز يعني. بس كده. وهنا كان برضو عندي لقيت الرز بتاع الخلطة فاض، فقلت طب بس كده. بعت ابني جاب لي بتنجان. بصراحة خليت يعني حد اقوره، يعني الست اللي هناك قورتهولي وجابتهولي. وعملت بقى محشي كمان بتنجان وفلفل. الست الشاطرة بتشغل دماغها وبتعمل 100 صنف في وقت واحد. المحشي هنا خلاص وطيت عليه النار وسايباه يستوي. كمان الكرنب موطيه عليه النار وسايباه يستوي، والرز خلص والفراخ وفي الفرن. هنا بقى عندي الملوخيه. دي ملوخيه بقى الخضراء. عايزه اقول لكم بقى الالوان جميله يعني مش عايزه اقول لكم لونها كان عامل ازاي، كان خطير. بحب اضربها كده وافككها بالمضرب علشان لو فيها حاجه مكلكعه ولا حاجه. بس كده الجلاش طلع من الفرن. شايفين الجمال بقى؟ بصوا طري ازاي. طري وواخد لون جميل، وممكن تحطي عليه جبنه موتزاريلا كمان. خطير. والفراخ شلتها من الشوايه من السيخ بتاعها وحطيتها فوق البطاطس، وجهزت معايا الفراخ والبطاطس تحت مستويه وجميله. كانت خطيره. هنا بقى عملت الدقه بتاعه التوم بتاع الملوخيه. وهعمل الطشه. وهبدأ بقى كده. مش عايزه اقول لكم انا قافله الصوت. عايزه اقول لكم بقى الملوخيه دي لازم لها طقوس كده نعملها عشان تطلع حلوه. هنا بقى طشيت الملوخيه. وده كانت اخر حاجه في الاكله بتاعتي النهارده اللي هي الملوخيه. جهزت كل حاجه وخلصت كل حاجه. وحطيت لها الثوم والكزبره، وطبعا سمنه بلدي لازم، يعني ما ينفعش الملوخيه من غير سمنه بلدي. والحركه المصريه الاصيله بتاعتنا. خدي بقى كده كبشة حلوة في الطاسة، وهاتي بيها بقى التوم، كل التوم اللي فوق ده نزليه في الحلة. ونشوف بقى الاكل بتاعنا النهاردة. بصوا بقى اللهم بارك. عزومة تشرف. طبعا هو حبيبي وبابايا وكل حاجة ليا، فلازم ان انا اشرفه قدام صحابه يعني. عملت له حاجة مش على قد مقامه، بس يا رب تكون عجبته. ادي الفرخة والملوخية والجلاش. شوفوا الجلاش طري ازاي وجميل. بصوا الصوص اللي انا عاملاه نفشه ومخلي القطعة. بصوا عايزة اقول لكم دي لفة جلاش واحدة يعني.
وكمان الاكل ده في زيه اطباق تانية بالظبط لينا، يعني الاطباق دي لبابا وفي اطباق بالظبط لينا. وخلصت المطبخ ونضفته، وكان يوم سهل علشان رضا الوالدين اهم حاجة. الحمد لله انا كان نيتي ان انا اشرف ابويا، والحمد لله كان يوم سهل وخفيف ولطيف.